تعرف باللي حنا واجدين باش ننظموا كاس افريقيا الامم 2025، ما عطاوهالناش. المغرب ما راهمش واجدين، واليوم راهم يلقاو في الاعذار باش تتاجل، باش ما تتلعبش 2025. هل هذه اعذار من اجل؟ لا، هما راهم يلقاو في الاعذار اليوم، راهم يجيبوا في الاعذار باش ما يلعبوهاش. راهم يقولوا جات لنا مع كاس العالم تاع الانديه، نستناو حتى تخلص كاس العالم الانديه. هما ما بيهمش هذيك، ما راهمش واجدين باش يلعبوا كاس، باش ينظموا كاس افريقيا الامم في التاريخ المحدد نتاعها. ما راهمش واجدين. انا احدثك على 25. المغرب لا يضاهي الجزائر في المنشآت الرياضيه. غير جاهز بالنسبه للجزائر. كيف تفضل يعني بلد يضع أمامك مشروع بناء وترميم ملاعب؟ أنت يعني قدمت بعض الصور لملاعب تنزانيا وما إلى ذلك. أعطينا صور إسحاق. طيب، كنت أتمنى يا عماد لو سألتني قبل إعداد هذا الحصة لسلمتك صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. لذلك أنا أقول لماذا نتحدث على 27؟ لنقف عند 25. المغرب ليس جاهز أمام الجزائر، وإذا سلمنا بأن الذي يتقدم للترشح يقدم برامج على الورق ويعني صور لما سوف تكون عليه الملاعب بعد سنة أو سنتين، أقول كيف يكون هذا العمل بمكيالين؟ والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك